السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهارده بنتكلم على الاحتفالية بالنادي الأهلي. شكرا للجماهير المصرية، شكرا لكل من ساند النادي الأهلي. شفنا النهارده جماهير من السعودية كمان النهارده بتشجع النادي الأهلي وبعتين لنا على التواصل الاجتماعي وبيتكلموا بنصر النادي الأهلي. وشفنا النهارده كمان إنجاز من دول زي المغرب الشقيق كانت بتساند النادي الأهلي. في جماهير النهارده في المغرب كانت بتشجع النادي الأهلي، وفي جماهير في الجزائر. طبعا يا جماعة الأدوار القادمة ما تنفعش من غير زعيم افريقيا للزول اللي كان بيقول احنا الزعماء واحنا وهنصعد من انا عذرك اللي اتصدمت بالنادي الاهلي. طبعا الاهلي جات له الفرصه وعمره ما هيسيبها يا زول، وانت لازم تعرف كده. زعيم افريقيا مش بالكلام، زعيم افريقيا بالنجوم اللي محطوطه تحت الشعار. نادي الاهلي 10 نجوم يا راجل، وعاوز تبخس حقه وتقول انت الزعيم وانت هتروح تاخد والكاف، وقعدتوا تعملوا خطابات. مش هتكلم بقى على الكلام ده. النهارده في فرحه، النهارده في اشاده بلعيبه النادي الاهلي. نتكلم النهارده يبدا مارسيل كولر بشيء قوي جدا في الخطه، هتكلم عليها في اخر الفيديو. تعال نروح النهارده نصر امبارح الزمالك على المريخ، بطلها الاول كان ناصر منسي 3 اهداف وكان هو البطل الحقيقي في المباراه. تعال نشوف النهارده النادي الاهلي بيسطر تاريخ. النادي الاهلي بعض فترات المباراه كان تحس ان متقلين في الفطار قوي الجهد البدني، بس هم كانوا بيلعبوا على قد المباراه. النهارده الاهلي خطف الهلال السوداني بثلاثيه قويه جدا واهداف ولا احسن. نروح للتشكيله النهارده. بدا محمد الشناوي ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. رامي ربيعه اللي بيقدم احسن اوقاته الكرويه حاليا. رامي ربيعه بيثبت النهارده ان ياسر ابراهيم ومحمود متولي انا معاكم وموجود جنب محمد عبد المنعم. نروح لمحمد هاني اللي المفروض يرتاح شويه، كان النهارده برضه كويس جدا، بس الاجهاد برضه لمحمد هاني. منتخب مصر والاهلي فعليه ضغوط كبيره. كان خالد عبد الفتاح كان بدا، خالد عبد الفتاح نزل في الدقائق الاخيره. ونروح لعلي معلول برضه، عاوزين باك رايت باك ليفت يا جماعه. علي معلول اهلك مع منتخبه ومع النادي الاهلي وما فيش بديل. محمد اشرف زي ما احنا قلنا مش بقوه علي معلول، ومش هنقبل بحد اقل من علي معلول عشان بس نكون عارفين. نروح لنص الملعب والثقه الكامله اللي وقت فيه مروان عطيه. مارسيل كولر يديله المباراه كامله. مارسيل كولر بيثق في مروان عطيه ومديله المباراه. النهارده يلعب جنب السوليه في وسط الملعب. في الامام المعلم بيرسي تاو اللي كان النهارده تحفه ما شاء الله. وفي الجناح الايسر كان احمد عبد القادر اللي عليه كلام كتير جدا هنتكلم عليه بعدين. وفي الوسط الهجومي مجدي قفشه صانع اللعب. وفي الامام كهربا اللي اضاء استاد القاهره، اضاءها من ساعه ما لعب في النادي الاهلي. حقق لنا حاجات كتيره جدا في هجوم النادي الاهلي اللي كانت ناقصانا، وضياع الفرص المستمره من هجوم النادي الاهلي. كهربا يا جماعه مش فروت صريح، بتتكلم ان كهربا بيجيب اهداف ما شاء الله. ونروح النهارده قبل ما نتكلم على الاهداف تعال نشوف مارسيل كولر عمل استاد القاهره ازاي. استاد القاهره النهارده كان منور. اول حاجه مارسيل كولر عجبه قوي ان الجماهير موجوده، 60,000 متفرج النهارده يا جماعه. وبنتكلم ان الاهلي الاكثر شعبيه عن ريال مدريد وعن برشلونه وعن جميع الفرق داخل وطنه. بنتكلم ان برشلونه في داخل وطنه وريال مدريد في تنافس، وفي اتلتيكو ففي فرق كتيره. فريال مدريد داخل اسبانيا، هو مش زي الاهلي داخل مصر. فبنتكلم على حاجه انجاز كمان كبير جدا. النهارده الاهلي على مستوى العالم الاكثر جماهيريا داخل وطنه. عموما نروح النهارده للمباراه. مارسيل كولر بيلعب بشكل جميل جدا وبفكر النهارده قوي جدا. بيفضل مساحه لبيرسي تاو بمعلمه زي ريال مدريد وكره ريال مدريد اللي بتتعرض من الجناح الايسر للجناح الايمن او من الباك للهجوم على طول، زي محمد عبد المنعم ومروان عطيه اللي بيعرضوها. حتى السوليه بيعرضوها، بيخلقوا مساحه لبيرسي تاو. بيودي الكره كلها ناحيه علي معلول ويبدا الضغط هنا. يجي السودان اما خط النص او الدفاع فيتلم ناحيه الكره بالطريقه المعهوده في كره القدم، فيتعرض الكره لبيرسي تاو بالسنتيمتر. وبيرسي تاو بيقول لهم بالسنتيمتر يا حبيبي، بالسنتيمتر انا مش هزعلكم. وياخد الكوره ويبدا يعمل خطوره. وكان بيرسي تاو انا شايف النهارده لو سجل هدف كان هياخد نجم المباراه الاوحد. انا شايف النهارده نجم المباراه. دايما بتكلم على بيرسي تاو ان تحركاته رهيبه جدا، بيمر بسهوله، لاعب مهاري، لاعب ذكي. النهارده خطورته قويه جدا.
اكتر من مره يعدي ويعمل خطوره. محمد هاني من الخلف كمان بيعدي هو وبيرسي تاو، كانوا جبهه قويه جدا فعاله عن علي معلول واحمد عبد القادر اللي بيوقف. انا شايف ان احمد عبد القادر بيوقف كمان تقدم علي معلول، حتى لما تقدم علي معلول ما مش باصيله، ما نعرفش ان ما احمد عبد القادر فيه مشكله كبيره جدا. المشكله الاكبر كانت عندنا في قفشه اللي ما لعبش الا باصه صحيحه واحده انا شايفها، اللي كانت لعمرو السوليه في اول الماتش في اول المباراه وطلعها عمرو السوليه بره. هي دي الباصه الوحيده اللي شفتها لقفشه كويسه جدا. حتى في كام كوره كده في وسط الملعب اللي عملها باكورد من وسط الملعب عمرو السوليه زنقوا قفشه، كانت هتبقى هجمه مرتده رجعها للسوليه عاليه وقويه، اضطر ان السوليه يعملها باكورد للخلف ويبعدها عن منطقه الخطوره. تعالى في كوره ثانيه لمجدي قفشه، بيرسي تاو بالضغط قطع الكوره وراحت لقفشه، المفروض يجري بيرسي تاو معاه ما جراهوش، راح لعبها للغريبه. انت راجل صانع لعب تلعبها للبعيد ليه؟ والمساحه سهله جدا لبيرسي تاو ويروح يجيب جول، او حتى هو اللي يعرضها للكهرباء. بصاها حتى الكهرباء ويا ريته ما بصاها، لانه بصاها طويله وقويه جدا. في اكتر من كوره برضه يبصاها لاحمد عبد القادر بقوه. طبعا انا مش هتكلم عن ان قفشه وحش او كده، لا، قفشه ممكن عليه ضغوط كبيره جدا، كان بيلعب بعصبيه حتى في التبديل لما طلع. النفخه بتاعته اللي هو نفخها كانت قويه جدا، تدل ان هو عنده ضغوط قويه جدا عليه، او ممكن شارد ان كان جاي له عرض اعاره من فرق سعوديه. تعال نروح للجمهور الاول اللي ساندنا وحفل وخلى الليله جميله وسحورنا وسحرنا كويس الهلال بثلاث اهداف. يا جماعه سحور قوي جدا للزول جماهير السودان. انا مش هتكلم على الجماهير، انا بقول لكم هارد لك للجماهير المحترمه بتوع الهلال السوداني، انا بتكلم على الجماهير اللي بتنتقد النادي الاهلي واتكلمت بشكل سيء جدا عن النادي الاهلي. تعال نشوف الهدف الاول. احمد عبد القادر يرفع كوره لكهربا، وانا كنت شايفها ان الكوره صعبه جدا على كهربا، بس كهربا يطير ويستلمها بشكل جميل جدا. كمان في المساحه الدفاع كان سيء جدا بتاع الهلال السوداني، مش بالقوه اللي يقدر يتماسك من بعض الهجمات اللي كانت قويه في النادي الاهلي. من الاول كهربا ضيع واحده واثنين، اما الثالثه قال له تعالى يا حبيبي تعالى، استلم الكوره وبدل ما يشوطها حطها بشكل جمالي. هدف ولا كريستيانو ولا ميسي من الاهداف العاليه جدا لنجوم الكره، ماركا فان باستن، وبرضه نقول كريستيانو ونقول ميسي. هدف رائع جدا، استلام بشكل جميل جدا، دوران في الهواء بشكل جميل جدا، نزل كره سابها ترتاح ولعبها ببطن رجله في البعيده وهاتها من الشبكه. يا حارس اللي كنت شايفه ضعيف بس برجله كان بيبدا الهجمه بشكل قوي جدا. الراجل ده بيلعب برجله حلو، انما كان انه حارس طبعا ابو 20 ولا ابو 20 ولا ابو 30، لانه انا سمعت انه هرب كمان وما لقوش في المنتخب. عموما نروح بقى لبيرسي تاو المعلم النهارده. وفي الشوط الثاني كنت اتمنى التغييرين اللي انا بتمناهم عشان الاهلي يفوز 3، لان قلت لاصدقائي ان الاهلي هيفوز 3 وقد كان والحمد لله الاهلي فاز 3. ينزل حسين الشحات مكان احمد عبد القادر، وينزل حمدي فتحي مكان قفشه اللي ظبط وسط الملعب ويقلل الخطوره، لان ما كانش بيدافع قفشه وكان في كور مهدره كتير. يجي اول كوره لبيرسي تاو مع حسين الشحات، واول لمسه المعلم حسين الشحات، والمعلم اللي قبله بيرسي تاو يعمل اسيست ولا اروع، خرافي. ياخد الكره بالعرض ويمر من واحد والثاني والثالث وكله اتلم عليه كالعاده، وفكروا انه هيشوط يلعبها من بين ابو جلابيه عفوا اللي المفروض يلبس جلابيه عشان الكره ما تمرش من بين رجليه، ويشوطها على طول حسين الشحات. هدف ولا اروع بلمسه واحده. وبيشكر كمان مؤمن زكريا اللي كان متواجد النهارده. تعال نشوف الجول الثالث. مروان عطيه المعلم، بقول لكم ان بدا الثقه قويه جدا لمروان عطيه، يعرض كوره قويه جدا وجميله ومرتاحه، وعند حسين الشحات الثبات الفكري والثبات المعنوي، كل حاجه عنده، جايب هدف ونازل رايق، يستلم الكوره وعارف انه متوقع ان هو هتعدي من المدافع اللي طلع نفسه بره اللعبه، وياخدها باستلام جميل جدا ويروح ناحيه المرمى ويعمل تهويشه للمدافع الثاني برضه اللي طلع نفسه بره اللعبه ويحطها في الزاويه البعيده. هدف ولا اروع، 3 اهداف تحفه، 3 اهداف باحتفاليه قويه للنادي الاهلي. قلنا القاره السمراء من غير النادي الاهلي ما تنفعش. الاهلي صعد للدور الثاني او الدور 16، او الاهلي صعد للادوار الاقصائيه. مباراه ذهاب وعوده، الاهلي هيلاعب
الوداد تقريبا في الادوار الثانيه، انا الاول هيلاعب الثاني، فالوداد الاول هيقابل النادي الاهلي، وان شاء الله صن داونز هيقابل مجموعه الوداد. عموما نروح النهارده لجماهير النادي الاهلي اللي في كل الاماكن، المغرب اللي كانوا النهارده الناس كلها اللي كانت بتتكلم، حتى الزملكاويه بعض الزملكاويه اتكلموا قالوا ان حتى جماهير المغرب مش عاوزه الاهلي وجماهير الترجي. جماهير النادي الاهلي كانت في القاره كلها بتتمنى النادي الاهلي الصعود، لان جماهيريه النادي الاهلي داخل القاره قويه جدا. ونسيبكم مع احتفاليه الاهداف، 3 اهداف ولا اروع، واشوفكم على كل خير وكل عام وانتم بخير. شيروا الفيديو وعاوزين اكبر لايكات للفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.